شيخ، أنا عندي سؤال بخصوص يعني ممكن يكون فيه شك سحر، فهل أطرح السؤال عليك ولا؟ تفضل، لكن حتى نعرف ربما أنت متوهم، فإحنا خلينا مو مشكلة. نطيب الوهم اللي براسك إذا كنت بيه سحر مهر. الله يجزاك خير يا شيخ. تفضل. شيخ، أنا عندي تقريبا 3 خالات، تمام؟ تمام. واحدة من الخالات هذه عايشة في إحدى الدول العربية، وحالتهم المادية تكون شوي ضعيفة. طيب. والدولة اللي أنا عايش فيها يعني الحمد لله الأمور طيبة، كذلك خالتي أمورها جدا طيبة. تمام. فمرة من المرات خالتي هذه ذهبت إلى خالتي الثانية اللي موجودة في إحدى الدول العربية اللي حالتهم المادية تكون شوي ضعيفة. جميل. كم عمرك أنت؟ عمري 19. تمام، كمل. أيوه. أي نعم. فلما ذهبت إليها فكان معاها إحدى بناتها. فالبنت هذه تعلقت في شخص أو في ابن خالتي الثانية، وقامت هناك يعني بهستيريا. أنا ما أبي أن أرجع لدولتي إلا وأنا معاي الرجل هذا. والغريب في هذا الموضوع أنه لا أحد يعرف الثاني، ما في معرفة بين الشخص هذا مع الامرأة هذه اللي هي بنت خالتي وبنت وولد خالي. طيب، ما هم قرايب؟ اي نعم، لكن ما في تواصل بينهم. طيب. وشيء غريب حصل بينهم. هذه طبعا المرة هذه الحمد لله عدت. كم أعمار؟ لا كم أعمارهم؟ كم عمر الابنية وكم عمر كان شو اسمه؟ تقريبا 24 الامرأة، والولد عمره تقريبا 26 أو 27. تمام. طبيعي، هذا ليس شو اسمه الأمر ممتاز. غير طبيعي. ممتاز. إيه الأمر الثاني؟ الأمر الثاني طال عمرك أن كذلك خالتي هذه ذهبت إلى هذه البلاد مرة ثانية، وبعد ما رجعوا يعني خالتي قامت ترسل لهم فلوس بشكل مو طبيعي. وغير هذا كله صارت تروح. اي نعم، لكن الغريب الموضوع انها تصرف فلوس بشكل مو طبيعي، وتخلي يعني اهلها ممكن يكونوا في حاجة، فاهم علي؟ وغير هذا الموضوع كانت تاخذ ذهب من عندها، تاخذ ذهب من البيت بدون لا زوجها يشوفها. يعني مو ولما تنطي تسافر ما اسمع. هي مو تنطي اختها؟ نعم، لكن شيخ يا حبيبي، نعم، لكن ترى عادي والله يا شيخ، بس انتم ايش مسوينا سحر؟ مش ليش سحر؟ لا، انا قلت يمكن شك يا شيخ، لان هذا الموضوع يعني امي اللي قالت لي ذا، فقلت لا اسالك يمكن يكون مثلا في شك ولا شيء. لا ما لكن الحمد لله يعني. لا امر طبيعي. وتعلق المراه مثلا امر طبيعي. ترسل لاختها، راحت شافت اختها ماكله تراب مثلا. تمام. شوف صديق كذي، وانا عايش انا عندي ذهبات والله العظيم ما اخلي اختي. قامت تدز لها كل ساعه: عمي روحي يا صديق كذي. هذا من طيبه يا شيخ. اقول مسحوره؟ والله المسحور انت وش اسمه سولف صديق. تتكلمون جد؟ وهي تنطي خيتها يا الغالي. وضحت يا الحبيب؟ واضح جد. الله يبارك فيك. وانت حتى كلم والدتك قل لها ما تتكلمين جد الله يرحمه. وش سحر ما سحر؟ لا، ولكن الاشكال شنو يا شيخ؟ ما اقطع كلامك. انه في حتى لما يعني راحوا هناك كذلك كان في ناس يشوهون سمعتهم ان هذول الناس تراهم مو طبيعيين ولا بعدوا عنهم ومن هالكلام هذا. لا يا الغالي، لا ابدا والله بالعكس. لازم تكلم والدتك تقولها يما بالله عليك انت يا اخو اختي ما تخلينا شو اسمه بهاي الوضعيه. كل ما صارت عندكم فلس روح انطيها شو اسمه انطي خالتي. بالعكس يا الغالي. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. تمام حبيبنا. شكرا لك يا شيخ. الله يبارك فيك. هلا بالشيخ. سلمك ربي.